نختم مستمعينا الأفاضل ويا حليمة بالممثلة الجزائرية ربيعة سحاب الحائزة على جائزة الجمهور في مهرجان الرافدين السينمائي الدولي بالعراق عن الفيلم أحلام بلا أسقف للمخرج محمد علال. لكي لا أطيل عليكم وأشوقكم مستمعينا، معي على المباشر الممثلة ربيعة سحاب. صباح الخير وألف مبروك على الجائزة. مبروك، ألف مبروك. صباح الخير لكل المستمعين. نعم صباح الخير ومشكورين على هذا الاتصال، وأنا جد سعيدة بهذا الاتصال صراحة. بداية ربيعة، الفيلم سمي بأحلام بلا أسقف، حبذا لو تحكي لنا عن ما تدور أحداثه. عنوان الفيلم أحلام بلا أسقف يصنف من صفة دراما. نعم. الفيلم 11 دقيقة. سيناريو وحوار محمد علال، بطولة الطفلة وفاء الموشي وربيعة سحاب والممثلة شهرزاد. إذا الفيلم يحكي عن فتاة صغيرة من عائلة لاجئة تعيش في الملاجئ وسط ويلات الحرب، تحلم بإنقاذ العالم من مرض فتاك، فهل يمكن تحقيق ذلك؟ يعني عنده علاقة بالقضايا المجتمع الاجتماعية. هو فيلم اجتماعي. نعم. موجه للجمهور العربي، يحكي عن عن الملاجئ. نعم. ملاجئ وأحلام أطفال الملاجئ. نعم. ربيعة، كيف كانت مشاركتك في هذا المهرجان السينمائي الدولي؟ والله يعني احنا شفنا الانونس على المهرجان الرافدين الدولي. نعم. وحطينا المشاركة نتاعنا وتمت الموافقة على فيلمنا، والحمد لله يعني الفيلم نتاعنا تم اختياره من بين يعني عدد كبير من الأفلام السينمائية. كانت منافسة قوية يعني. كانت منافسة قوية جدا. كنا 69 فيلما من 20 دولة أجنبية. نعم. دونك كانت المكسيك، إيران، سوريا، العراق، مصر، والحمد لله يعني أخذنا جائزة الجمهور. ألف مبروك. هل فيه مشاريع مستقبلا ربيعة؟ والله بعد ما رجعت لأرض الوطن هناك الكثير من العروض تلقيتها من مخرجين، وأنا في صدد التفكير وقراءة سيناريوهات. يعني بصراحة أحاول أن أقدم الأفضل للجمهور أو للمشاهد الجزائري بصفة عامة. نعم. كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، يعني الحمد لله تم بفضل الله أننا أخذنا جائزة الجمهور التي تعد من أكبر جوائز المهرجان. ورحلتنا من الجزائر إلى بغداد كانت ممتعة جدا، بالرغم من أن المسافة كانت كبيرة، إلا أننا يعني هذا لم يمنعنا من الوصول إلى مبتغانا، والحمد لله. وأشكر كل من ساعدنا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير. شكرا جزيلا ربيعة سحاب، كنت معنا على المباشر في أخبار الثقافة هذا الصباح. ألف مبروك مجددا وإلى اللقاء. شكرا لكم، تحياتي. شكرا. صباح الجزائر. صباح الجزائر كل يوم على القناة الأولى. على القناة الأولى.